مساء الخير. معلش استحملوني في الكلام اللي هقوله ده لأنه مهم وليه هدف. العسكري في الجيش المصري يا جماعة بيفطر بيضة و100 جرام حلاوة طحينية أو مربى و100 جرام جبنة بيضة أو مثلث جبنة نستو مع ثمرة برتقال و200 جرام فول بالزيت والليمون مع رغيف عيش. ده فطار شاب مجند مستعد لأي لحظة للدفاع عن مصر في حالة نشوب حرب. وفي الغدا بياكل 250 جرام فراخ أو لحمة أو سمك مع 200 جرام أرز أبيض أو مكرونة مع 200 جرام سلطة خضراء مع رغيف عيش وثمرة فاكهة. والعشاء بيكون 100 جرام جبنة بيضة مع بيضة مسلوقة وعلبة زبادي. عدد أفراد الجيش تقريبا نص مليون، يعني نص مليون بيضة مسلوقة يوميا، يعني 15 مليون بيضة شهريا، يعني 180 مليون بيضة سنويا. 3 أرغفة عيش يوميا لكل جندي، يعني 1.5 مليون رغيف يوميا، يعني 45 مليون رغيف كل شهر، يعني أكتر من نص مليار رغيف سنويا. وهكذا بالنسبة للفول والجبنة والحلاوة والمربى والفاكهة واللحم والدجاج والسمك والعدس والفاصوليا والملح الأبيض والسكر والفلفل والكمون. ده أكل الجيش المصري البسيط اللي يأكل 20 دولة بحجم قطر، وهو غذاء متواضع وبسيط جدا. كان الجيش زمان بيعمل مناقصات للموردين كل شهر وكل سنة لتوريد هذه المواد الغذائية، وكانت مواد رخيصة وسيئة بسبب قلة الموردين وقلة المعروض وقلة الإمكانيات المادية للدولة. هي الدولة هتأكل الجيش ولا هتصرف على التسليح ولا هتشتري الذخائر وملابس الجنود والضباط ولا على التدريب؟ المهم في إحدى السنوات زمان توقف توريد الحلاوة الطحينية والمكرونة والبيض بسبب ظروف حدثت في مصر. تخيل ان اكل الجيش الرئيسي توقف بسبب ظروف حدثت للموردين وقلة المعروض في السوق. ساعتها قام المشير ابو غزالة بانشاء مزارع خاصة بالجيش لانتاج اللحوم والبيض، ثم قام المشير طنطاوي بانشاء مصنع للحلاوة الطحينية، ثم مصنع المربى، ثم افران للعيش لتوفير نفقات الاكل من على كاهل الموازنة العامة للدولة وضمان امداد الجيش بالامن الغذائي الدائم، لانها مساله امن قومي. ما ينفعش تقوم حرب في اي لحظه والجيش مش لاقي يفطر مثلا. وهنا بدا الجيش يتوسع في انشاء المزارع والمصانع الغذائيه لمواجهه الطلب الغذائي للقوات المسلحه، حتى وصل الجيش للاكتفاء الذاتي وتامين غذاء الجيش بالكامل، واصبح هناك فائض كمان. تعرضت مصر في بعض الأوقات لنقص في بعض السلع، وكان الجيش هو اللي بيعوض النقص ده من إنتاجه بأرخص الأسعار. فاكرين أزمة السكر ساعة أيام الإخوان الملحدين؟ المهم إسرائيل زمان كانت دايما أول حاجة بتفكر فيها إنها تضرب الإمداد والتموين للجيش المصري علشان يفضل في حالة خمول دائم وعدم القدرة علشان أي هجوم. فكانت هيئة الإمداد والتموين من ضمن أهداف الموساد الإسرائيلي اللي جند جواسيس كتير بالمناسبة علشان فقط يجمعوا معلومات عن احتياطي الجيش المصري من الغذاء كل شهر. وكان من ضمن هؤلاء الجواسيس هي الجاسوسة هبة سليم، التي كانت من إحدى مهامها جمع معلومات عن مخزونات الجيش من الطعام والأغذية وحالة السوق المصري. ظل أعداء مصر حتى الآن يضربون في الجيش المصري عن طريق ضرب الإمدادات والتموين. فبدأت شائعات استحواذ الجيش على الاقتصاد المصري بواسطة المصانع والشركات التابعة ليه، وبدأ الخونة يطلقون شائعات ومسميات قذرة مثل جيش المكرونة وجيش الجمبري، والتشكيك دائما في ذمة الجيش، وذلك لتحقيق هدف واحد وهو عودة الجيش مرة أخرى للموردين ويكون تحت رحمة مدنيين لا يعرف انتمائهم، زي مثلا الخائن محمد علي. تخيلوا لو كان واحد زي محمد علي مثلا هو المورد مثلا يعني العيش لكل الجنود الجيش المصري، وفجأة توقف لأي سبب. انت متخيل الكارثة اللي هتحصل ساعتها ازاي؟ علشان كده الخونة في الداخل والخارج عايزين الجيش المصري يكون تحت رحمتهم، يتحكموا فيه كما يشاءون، رغم ان كل جيوش العالم حاليا بتوفر غذائها بنفسها من مصانعها وشركاتها الخاصة. لكن عندما يتعلق الامر بالجيش المصري يصبح الامر حرام وفساد. حد من حضراتكم هيطلع يقول لي انت ازاي تتكلم عن تفاصيل عسكرية عن عدد جنود الجيش المصري وتفاصيل اكلهم وشربهم؟ هقول له ريح انت بس كده ونقطنا بسكاتك، احنا الحمد لله عارفين بنقول ايه كويس وامتى. الخلاصة واللي يهمنا انكم تعرفوه ان الحرب الان على الجيش المصري شرسة، والشائعات يتم تضخيمها من اجل شحن الشعب ضد جيشه بحجة استحواذ الجيش على الاقتصاد الوطني، وهذا غير صحيح تماما. فما ينتجه الجيش من منتجات لا يمثل 4% من السوق المصري، واحيانا يتدخل الجيش بمنتجاته لطرحها في السوق للناس لضبط الاسعار في السوق وكبح جشع وطمع التجار.
لذلك احترسوا من العملاء والخونة الذين يحاولون هدم الجيش المصري بأي وسيلة حتى يكون تابع ذليل وتنكسر شوكة مصر للأبد في المنطقة والعالم. وأبدا لن تسقط مصر ولن تنحني هامتها، وستظل صواريها عالية خفاقة بإذن الله. طبعا كل التحية لحضراتكم، وتحية مصر.